حاليا أذان المغرب أذنت، ومعانا هنا 3 تمرات جواهم لوز. مش عارف هتشوف اللوز ولا لأ. رايحين دلوقتي ايه، أنا مش عارف امسك التليفون ومش عارف اتعامل وبص شغلانه. المهم هنصلي المغرب وهنروح. يا نهار ابيض، الطينه دي الجو، الدنيا مطرت، الدنيا متبهدله خالص يعني. فهنصلي المغرب ونتحرك على الجيم ونحكي عشان ده فيه حوارات يعني. بسم الله استر يا رب. ايه ده؟ نركن هنا. اعتقد ايه مكان مناسب يعني. بس نوقف العربية، ننزل نصلي ونرجع تاني. أنا دايما مقتنع بمقولة انك عشان توصل لحاجة ما وصلت لهاش قبل كده، محتاج تعمل حاجات انت مش متعود انك تعملها. يعني ما لو الموضوع سهل، يعني لو الحاجة سهلة ليه مش كل الناس تعملها؟ بس ده اللي بحاول اعمله دلوقتي. آه، عارف انه مش اصح حاجة ان انا اروح اتمرن دلوقتي ومش عارف ايه، ولكن محتاج اعمل حاجات انا مش مرتاح وانا بعملها. مش عارف انا لو اتكلمت وانا في العربية الصوت هيبقى باين ولا لا، بس يعني ايه، هنحاول. النهارده 5 رمضان، فانا بقالي ايام مأخر. انا مأخر بقالي كتير، مش ايام، مش في رمضان بس ولا غير كده. انا بقالي كتير قوي مأخر. نتكلم في الاسباب شويه في الجيم، واللي انا متاكد منه يعني ان هو محدش مهتم، بس يعني هو فيديو واحد هنقول فيه الكلام اللي ملوش لازمه ده، وبعد كده ايه، استر يا رب. الريحه دي. هي مره واحده نقول فيها الكلام اللي ملوش لازمه ده، وبعد كده ايه. انا عارف الدنيا يعني مشوا معايا يا دين ده راجل كلمه. طب انا مش عارف، حاسس ان انا ما عنديش كلام اقوله دلوقتي في الطريق يعني. سوا ايه، كل سنه وانتم طيبين. وات از اب يوتيوب، ويلكم باك. طيب، الدنيا اعتقد زي ما هي واضحه. الدنيا مبهوقه شويتين 3. ف انا وزني حاليا مش فاكره يعني. بقالي كتير ما وزنتش، وبقالي كتير مش مهتم، لان انا كان بقالي فتره في كورس. كنت واخد تشريح وعلم حركه. محتاجين نركز شويه على الكاميرا. كورس تشريح وعلم حركه عشان اعرف الحركات اللي بتتم هنا ايه هي المفروض. فبس ده كل حاجة. وكمان برضو في كام مشكلة كده كانت حاصلة، فيعني أثرت نفسيا شوية. ولكن أنا مش عايز أخلي الموضوع ده يطول معايا شوية، أو يطول معايا أكتر من كده، خد أكتر من حقه. محتاجين نشتغل، محتاجين نتحرك. الموضوع الحياة يعني مش هتقف على مشاكل. فبس عندنا النهاردة تمرينة بوش خفيفة سريعة عشان أول يوم بس. وهل ينفع تنزل الجيم أول يوم وتاخد تمرين بوش أو بول على طول؟ مش لازم تلعب جنرال، عادي. ومش لازم تخش جنرال. اليوم بدايته سيئة شوية، اديت كات وقعت بتاعت المايك. ف نمشي. انا همشي، انا مش فارق معايا، انا همشي لحد ما الدنيا تمشي معايا، عشان بس انا زهقت. فهل ينفع تنزل تتمرن مثلا بوش او بول او ايا كان التمرين اللي عندك؟ مش لازم تلعب جنرال، عادي جدا. اهم حاجه بس ركز ان الشده بتاعتك تبقى هاديه شويه، وما تزهدش في الاوزان. طيب، في التسخين ركز ان انت التسخين بتاعك قبل التمرين يكون دايناميك، يعني في حركات اكتر تسخن العضلات والمفاصل. ولكن بعد خلي الاسترتشات بتاعتك ستاتيك، اللي هو مثلا كده بقى، او ايا كان بقى. يعني مثلا لو بلعب تشيست فهمسك في حاجه واسترتش التشيست، وهكذا. دلوقتي هنسخن دايناميك ستريتشز 5 دقايق او حاجه، وهنسخن الروتيتور كافس اللي هي العضلات اللي ماسكه لوح الكتف. هنسخنها برضو بكام شكل كده. وبس. مش عارف بقى الصوت هيبقى حلو ولا لا، لان الديد كات وقعت الصراحه، ودي حاجه مضايقاني فشخ. اتمنى ان انا الاقيها، ان شاء الله هلاقيها. وبس. انا اخدكم معانا في اليوم كده من بعد المغرب. انا بدات تصوير المغرب بالظبط. خدنا 3 تمرات فيهم لوز عشان الهضم بتاعهم يبقى بطيء شويه.
وممكن برضو اعمل حاجه تانية ان انا ادخل انترا ورك اوت، ولكن انا مش شايف ان انا محتاج موضوع الانترا ورك اوت دلوقتي. حاسس ان انا ممكن اتعامل شويه بالدهون اللي موجوده يعني. بس ده اللي موجود يعني. فكان ممكن اخد سترولين برضو، بس مش حاسس ان انا محتاج سترولين دلوقتي. ممكن اخد كافيين بس مش محتاج ان انا برضو كافيين دلوقتي. حاسس ان انا عندي طاقه ممكن اتعامل، وفي نفس الوقت انا النهارده مش محتاج كم الطاقه دوت. فانا محتاج بس ان انا ايه، احرك العضلات شويه، اعمل شويه بومب بسيط. مش محتاج ان انا الود قوي على العضلات وبس. طيب هنتمرن ايه؟ انا مش فاكر هنتمرن ايه، بس حاسس ان انا ممكن ناخد ده كام شكل كده بحسب دماغي يعني. انا كده كده مسجل التمرين على ابلكيشن على التليفون، بس عشان متصور بالتليفون النهارده هحاول المره الجايه ايه ابقى حافظ التمرين اكتر قبل ما اصور، عشان ما اوقفش كل شويه وابوظ السيت اب بتاع التصوير. عشان انا قبل ما بظبطه يعني الدنيا بتخرب يعني. وحاسس ان انا محتاج برضه مصدر اضاءه معايا. حاسس ان الاضاءه انا شايفها في المرايه مش قوي. فممكن نظبط الموضوع بعد كده. الجيم فاضي طبعا، عشان انا جاي في وقت بعد الفطار عشان اعرف اصور براحتي. في نفس الوقت الجيم مبيبقاش زحمه، فانا عايز انجز دلوقتي عشان ما الاقيش الجيم بدا ايه يتزحم ولا بصور. فبس هاخد بس كام شكل كده يمشوا معانا الدنيا في تمرينة البوش وتمرينة البول اللي هي المفروض هتبقى بكره. آم، هبقى حافظها ان شاء الله قبل ما ادخل التمرين. وبس كده. تعال نبدا مثلا شكل للتشيست. اي شكل بيعمل شولدر هوريزونتال ادكشن. شولدر هوريزونتال ادكشن. اي حاجه بتعمل ضم للعظمتين دول على بعض. فممكن مثلا ناخد الفراشه ودي هتركز اكتر على الاسترنال هيد، اللي هي الراس اللي ماسكه في عظمه القص اللي هي في النص هنا. فدي اي حاجه هتركز على كده. الكلافيكال هيد اللي هي اللي فوق او الراس العلوي للصدر. عامة هي عضلة كلها واحدة وبتشتغل في كده. بس عشان تركز أكتر على ألياف عن ألياف تانية، ممكن ناخد شكل تاني في حاجة كده من تحت لفوق سنة، وفي نفس الوقت بتحصل حركة الضم بس من تحت لفوق. ده هتركز أكتر على الكلافيكال هيد اللي هي الرأس العلوية. عامة أي شكل بتستريتش فيه لجوه، حاول تسخن أو تاخد مجموعة أو اتنين أو تلاتة حتى إحماء قبل ما تبدأ، عشان ما تتصابش أو حاجة. هو بس الموضوع بسيط خالص اهو. حاسس ان انا محتاج انزل السيت اب سيكه لتحت عشان حاسه عالي بزياده. النهارده المفروض هظبط الدايت بلان ليا ولوالدي. والدي برضو عنده اصابه كده في السمانه، حوار كده في الركبه برضو. فمحتاج اظبط له دايت بلان لان الدكتور قال له برضو ايه نقطه الوزن وكده. فمحتاجين برضو نشتغل عليها. فهظبط له الدايت بلان بتاعته واظبط الدايت بلان بتاعتي برضو. فاظبط الدايت بلان بتاعته والدايت بلان بتاعتي، وعامل لي انا ورك اوت بلان بسيطه كده. انا كده كده معايا ورك اوت بلان، بس محتاج اعدل عليها شويه في نقطه الشده والمجاميع برضه. المفروض هلعب 3 مجاميع، بس انا هلعب 2 بس عشان النهارده اول يوم، فمش عايز الشده تبقى عاليه قوي. طيب وقت الراحه بعد التمارين. وقت الراحه على حسب يعني. اول ما تحس ان انت ارتحت وقادر ان انت تخش المجموعه الجايه ادخل. يعني وقت خلاص ما حسيت ان انت جاهز للمجموعه اللي بعديها والوزن اللي بعديها، انت الموضوع سنس شويه. في علم في الموضوع، لكن اعتقد ان مفيش اي حد فينا هيخش بمجموعه تقيله قوي او بوزن تقيل قوي اللي هي هارد سيت، مجموعه فعاله، وهياخد مثلا مجموعه فعاله بعدها وهيكون مثلا خد 30 ثانيه. مفيش حاجه اسمها كده. اكيد هيبقى خد دقيقه ونص، دقيقتين، ثلاثه. فوقت ما تحس ان انت خلاص مرتاح وقادر ان انت تخش المجموعه اللي بعدها، خش المجموعه اللي بعدها على طول. بس فمستنيين لحد ما احس ان انا قادر اخش المجموعه اللي جايه واخش المجموعه اللي جايه. فبس اشوفكم في التمرين الجاي. وبرضه حاسس ان انا محتاج اراجع يعني. انا لسه مخلص الكورس، بس حاسس برضه ان في معلومات كتير سقطت مني. فممكن نراجع شويه برضه ايه على مدار الشهر. وفي كورس تاني عايز اخلصه، حاجات تبع البيزنس. فالله المعين. اتمنى لما اروح ان انا الاقي الديد كات بتاعت المايك. اتمنى برضه الكواليتي لو الناس حاسه برضه ان فيها مشكله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم يعني. عايز اجيب دي جي اي اوزمو بوكيت 3، كاميرا كده جميله قوي للموضوع ده. فالله المعين يعني.
نركب الكف دي تبقى مريحة أكتر من الحديد اللي موجود، وفي نفس الوقت مرنة، ممكن تتحرك معاك يمين وشمال على عكس الحديد. يعني كان في عدتين في التانك تقريبا، بس تمام يعني مش حاسس ان انا مش عايز اغير العضله قوي او اوصل لشده عاليه قوي من التمرين برضو، عشان ما اصبحش تاني يوم مش قادر اجي هنا واتمرن او اعمل اي حاجه. طب إيه نظام التمرين اللي انا همشي عليه الفتره الجايه؟ بنسبه كبيره هيكون 5 ايام، فممكن امشيه بوش بول ليج ابر لور مثلا، بحيث يبقى ما بين كل عضله والتانيه آه، مش اقل من كام، من 48 ساعة مثلا. ان مثلا لو انا اتمرنت بوش راجع بكرة اتمرن بول، فالعضلات البوش ملهاش اي علاقة بعضلات البول في الحركات، يعني معكوسين شوية، فاهم؟ ملهاش علاقة حتى بالعضلات المساعدة نفسها. يعني مثلا مع اللاتس هتلاقي العضلة المساعدة للبايسبس، مع التشيست هتلاقي العضلة المساعدة الترايسبس، فملهمش علاقة ببعض قوي، فهيبقى ما بينهم وقت برضو كبير. ونفس الكلام في الرجل، فلو لعبت بوش النهارده وبكره بول وبعده ليج، فانا تمام قوي لحد هنا. بعد كده العب ابر، لما اجي العب ابر مثلا واركز على الصدر مع الظهر، فقشطه فيه يومين او اكتر عدوا على الصدر، وبرضه في يومين عدوا على على الظهر، فاقدر العب ابر براحتي. واليوم اللور فبرضه هيبقى عدى وقت كبير، حوالي 48 ساعه للرجل. بعد كده ارجع اتمرن لور تاني، فحاسس ان الموضوع برضو كويس شويه. فبس عشان كده محتاج اعدل على على المجاميع، وهنحسب بقى الار اي ار والكلام ده كله، هنحسب الشده. ممكن برضو لو انتوا حابين ممكن اخدكم في الموضوع ده، بس اهم حاجه دي. عشان كده ما بقتش افضل قوي التمرين قبل الفطار، عشان جسمك بيفقد سوائل كتير قوي واملاح كتير قوي، انت محتاج الكلام ده. وحاجات تانية ممكن تعملها، يعني على ازازه ميه زي دي ممكن تحط ايه، بنش اوف سولت، اللي هو شويه ملح، رشه ملح كده، بس بسيطه خالص، ملح هيمالايا او غيره، عشان تعوض الالكترولايتس لو انت هتتمرن في الوقت زي اللي انا بتمرن فيه ده. انما لو انت خدت وجبه الفطار وخلاص رايح تتمرن، فممكن تتمرن عادي من غير اي وش ولا حوارات الملح والكلام ده كله. الموضوع بالنسبه لك هيبقى تمام، بس اشرب ميه كتير بس. النقطة دي كنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، نقطة إن أنت تسمع برضه لجسمك. يعني مثلا أنت مكتوب لك في الجدول بتاعك، أو أنت حاسب في الجدول بتاعك إن أنت الار اي ار بتاعك مثلا 2 أو صفر. تعال نقول الار اي ار صفر في الجدول بتاعك، وأنت حسيت إن أنت باقيلك عدى ومش هتقدر عادي، يعني عدى أو 2 مش هتضايقك المرة دي، ولكن عدى أو 2 ممكن يصيبوك. يعني أنت في عدى اللي أنت شايفها مش هتطورك، او اللي هتقلل من التطور بتاعك، ممكن هي نفس العدة اللي هتصيبك، فما تضغطش على نفسك. انا بسمع لجسمك. نلعب ايه؟ سنجل ارم بوش داون بالكابل، بس ايه نلعبها سنجل. كده خلصنا الترايسبس. نلعب بقى شكلين للايه، للكتف الجانبي. وايه مش هنلعب حاجه النهارده للكتف الامامي، وده مش مشكله خالص، لان هو بياخد فوليوم من التمرين، بس اندايركت يعني مش مباشر. يعني مثلا تعال نقول بشكل مجازي، لو انت بتلعب 3 مجاميع للتشيست، فانت تقريبا بتاخد مجموعة للكتف الامامي، ولكن بشكل غير مباشر شوية. ممكن نمسك كده نميل قدام سيكا وتبعد دراعك عن جسمك. نروح دلوقتي على الدمبل، هنلعب بالدمبل. ده هيبقى اخر شكل ممكن ده هيبقى اخر شكل هنلعبه. و وبس هناخد نظبط الشيك بتاعنا، نحط السكوبين الواي او السكوب ونص او سكوب. يعني لسه ما ظبطتش الدايت بلان، فهمشي الدنيا اي حاجه النهارده. وبس اعتقد كده كل حاجه تمام يعني. ممكن نوقف ده هنا كده عشان برضو ايه يبقى شايفين الدنيا بشكل ولو بسيط في المرايه هنا. طيب الناس اللي بتحاول تعزل تربسها في تمرين زي ده، تربسك عمره ما يتعزل، وشكرا.
خلصنا نجهز بقى الشيك بتاعنا، وبرضه هنكون شربنا شويه ميه حلوين. انا الصراحه موقف كرياتين بقالي فتره ومش عايز استخدم كرياتين تاني، يعني ما شفتش منه مشاكل بصراحه، بس عايز اتعامل عادي خالص كده، مش عايز ابقى واشش دماغي ان انا عندي 7000 مكمل محتاج اخدهم في اليوم. الموضوع ده متعب قوي كده يعني فاهم، مرهق قوي يعني. وهل انا خدت الكرياتين ولا لا؟ طب خدت السيترولين ولا لا؟ طب خدت ان اسيتال سيستين ولا لا؟ بس ده مهم يعني. طب خدت المالتي فيتامين ولا لا؟ يعني الموضوع وش كتير قوي الصراحه. هناخد بس الواي، مش عارف اهو الواي، ناخد الواي ممكن سكوب ونص، اعتقد سكوب ونص كويس قوي. ادي سكوب، هناخد نص كمان عشان احنا هنطول شويه بره البيت من غير اكل، فممكن الواي يساعدك في حاله زي كده. ونقفل ونقلب ونسمي الله ونتحرك نروح نشتري شويه حاجات للدايت. خلصنا. مش عارف انتوا هتبقوا شايفيني ولا لا هنا، بس عامه رايحين ايه نشتري شويه حاجات للدايت. انا كنت داخل اجيب شويه حاجات بسيطه، العمليه بقى وقت خالص مني ودخلنا في مبلغ، فالله المعين يعني. عايزين نلحق الصلاة عشان الصلاة بدأت، وانا طولت اوي الصراحة في كازيون. عارف ممكن نعدي بس نجيب اللوز واحنا ماشيين ونبقى تمام ان شاء الله نلحق الصلاة. وبس هاخدكم معايا برضه في الصلاة كده ايه، سمعكم صوت الشباب يعني، شباب عاملة شغل محترم السنة دي. طيب التيك ده باخده مرة كمان عشان المايك فصل، ركبت المايك وفصل. فاللي قلته اللي قلته ان انا رجعت البيت، قعدت اظبط في السيت اب زي ما انتم شايفين. كنت بقول ان انا رجعت وخدت وجبه فيها سمك فيها رز صياديه، وكل ده طبعا بره الدايت بلان لان انا لسه ايه ما ظبطتش الدايت بلان لسه. جيت الصراحه اتلكمت في الموضوع دوت. جبنا ايه من كازيون؟ جبنا لبن خالي الدسم، ما لقيناش اللوز. جبنا برضو شويه ايه اندومي، شويه حبشتة كانت اللزوم ايه تدليع ما قبل الدايت. وبعد كده ايه هنودي في الدايت ان شاء الله. فبس حاسس ان انا عايز اقوم اخد شاور، وبعد كده ايه نرجع نعمل الدايت بلان ونعمل ورك اوت بلان، نعمل الدايت بلان بتاعت والدي برضو. اليوم بتاعي في رمضان في الغالب في اغلب الرمضانات اللي عدت عليا في حياتي هو بيمشي كالاتي: ان انا بصحى من النوم ثانية واحدة، ان انا بنام بعد الفجر او بعد جلسة الاشراق لو ربنا كرمني وعملت جلسة الاشراق، للاسف مقصر فيها اليومين اللي فاتوا دول. و بنام لحد مثلا ايه وقت الظهر، قبل الظهر بقى او بعد الظهر برضه احيانا بتخيش مني. و ببدأ اليوم بحط بقى التاسكات اللي المفروض تتعمل وببدأ اعملها على مدار اليوم. وزي ما شفنا ايه عايز ضفت الجيم وقت المغرب، وقت الفطار يعني. وبرضه هيبقى في تصوير ان شاء الله، هحاول اعمل فلوج كل يوم. آه وبس يعني ده تقريبا اليوم بتاعي بيمشي في رمضان بالشكل ده. فبس ده اللي هيتم تقريبا كل يوم في رمضان. هحاول احط ساعتين ساعتين ونص في اليوم، نحاول ناخد فيهم الكورسات، او نراجع على الكورسات القديمة اللي معانا عشان برضو ايه زي ما انت شفت في الجيم في معلومات ممكن تكون مسقطة مني شوية، عشان برضو ايه ما وصلش معلومة غلط. فهحاول برضو ايه لو انا مثلا عندي تمرين بول فابدا اراجع على العضلات الموجودة مثلا في يوم البول او السحب، عشان برضو ايه تبقى المعلومات دقيقة شوية والناس اللي بتتفرج تستفيد ويبقى في معلومة حقيقية في الفيديو فعلا. وبس هقوم اخد شاور ونرجع على الكمبيوتر نعمل البلانز اللي المفروض نعملها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله أكبر.